أسافر ولا أخليني مكاني؟ سؤال بيسأله شباب كتير جدا لنفسهم. أسافر ولا أفضل زي ما أنا؟ واللي في الدول العربية أسافر أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا ولا خليني زي ما أنا؟ هلخص لك أنا الموضوع ده في حاجة بسيطة جدا. لو وضعك المادي كويس وقادر تعيش في مستوى متوسط، ما بقولكش الغنى بقى، متوسط، وشغال بعقد في دولة عربية، لو سبتها هتندم. لو شغال في شركة محترمة وبيجيلك دخل كويس وقادر تعيش في مستوى محترم، صدقني هياها. بس الزيادة لو جيت هنا الاسترس، انت عندك مش هيكون في ستريس. دولة عربية، في مساجد، في كنايس، في ناس بيتكلموا عربي، قادر تنزل كل سنة، عندك مميزات كتيرة جدا، معاك إقامة بتروح وتيجي لو شغال في شركة محترمة. ونركز، لو شغال في شركة محترمة. طب لو انا شايف عكس اللي انت بتقوله وشايف ان بالنسبه لي اوروبا احسن من دول الخليج او الدول العربيه، هقول لك جميل. جرب شهر سياحه، خد فيزا من الدوله اللي انت فيها وتعالى الدوله اللي انت عاوز تروحها، كندا، استراليا، اوروبا، كوريا الجنوبيه، روح اقعد شهر السياحه اقعده وشوف بنفسك الواقع، وبعد كده قرر هتكمل ولا الوضع اللي انت كنت فيه احلى. من غير ما تاخد نصايح حد، هتشوف الواقع قدام عينيك. وفي الفترة دي يبقى ما خسرتش ده ولا خسرت ده، وعشت التجربة واتأكدت بنفسك من كلامي. طب لو شاب في مصر بيحقق تارجت كويس وشغال كويس ومرتبه كويس ومكفيه ومعيشه في مستوى محترم، اسافر ولا خليني مكاني؟ انا بقول لك خليك مكانك لحد ما يجيلك فرصة تشتغل في دولة عربية او حتى دولة اجنبية في شركة في مجالك، انما ما تطلعش عشان تهين نفسك وتشتغل اي شغلانه غير مجالك، لانك ما انتش مضطر لده. انت كده كده عندك اللي مكفيك وكده كده شغال وما عندكش اي معاناه زي حد تاني غيرك. فعاوز اقول لك دايما لما تيجي تخرج من وظيفه لوظيفه تانية، امن نفسك، ما تخسرش كل حاجه مره واحده. الشباب اللي بيدفعوا مبالغ مهولة جدا عشان يسافروا، لو انا استلفت الفلوس دي كلها، المبالغ المهولة اللي انتوا عارفينها دي، هسدها في قد ايه؟ هتسدها في سنتين، سنة ونص، 3 سنين، انت وظروفك، لان الوضع ما عادش زي الاول. انت ما تتخيلش انك هتيجي هنا عشان تجيب شقة او تشتري شقة في سنة هتعمل ده، او سنتين او 3 حتى هتعمل ده. انت اول سنتين في اوروبا او امريكا او كندا او دول الغرب، اول سنتين دول بتفهم الثقافة، بتفهم الدنيا، بتندمج مع المجتمع، بتحاول تتعلم كلمتين من هنا على كلمتين من هنا، بتشوف طبع الناس، تعرف تتعامل ازاي مع الناس. مش من اول سنه الدنيا تمشي حلاوه في القشطه، الا لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هي تمشي، او ليك حد هنا فاهمك الدنيا فيها ايه، او اتغربت قبل كده ففاهم الدنيا فيها ايه. نيجي بقى على ضريبه الغربه، ودي موضوعها كبير قوي ومش هتكلم فيها في الفيديو ده، ولكن عاوز اقول لك المغترب محروم من حضن الوطن وحضن الام وحضن الاب وحضن زوجته وحضن ولاده، وانت معاك كل ده، فانت باصص للفلوس وناسي كل ده. فعاوز اقول لك كل حاجه وليها ضريبه، ومحدش بيقول لك ما تتغربش، بس بلاش نظره ان انت تبص على مغترب ان هو عايش وانت مش عايش. متهيأ لك اللقمه هنا من غير نفس، ما فيهاش اي بركه خالص. من غير نفس، بناكل عشان نعيش، مش بناكل علشان نستمتع بالاكل. عاوز اقول لك ان كل حاجه المغترب بيعيشها صعبه جدا، فقبل ما تيجي اعرف انك هتعيشها، علشان مفيش حلاوه من غير نار. علشان هنا في اوروبا الكلام اللي بتسمعه كله غلط، والله محدش يقول لك خد 100 يورو عشان انت النهارده قابلتني وضحكت في وشي، مفيش الكلام ده. اليورو اللي هتجيبه مقابله شغل. هنا طول ما جيبك فيه فلوس، طول ما انت هتحترم نفسك والناس هتحترمك، ومحدش بيقف جنب حد. اللي يقف جنبك مره مش هيقف جنبك التانية، لان خلاص ده صح، هو ده الصح. ما هو اللي يقف جنبك مره لقاك مش عارف تلاقي نفسك ولا عارف تحدد موقفك ولا عارف تحدد هدفك، هيقف جنبك ليه؟ استعد لما تيجي الغربة ان اللي سمعته او اللي حد بيقوله لك تأكد ان هو 100% غلط، والواقع حاجة تانية. ان شاء الله الفيديو القادم هشرح لكم عن ضريبة الغربة وقد ايه المغترب بيعاني، وايه الفرق بين الدول العربية والدول الأجنبية. شكرا جدا لحضراتكم، السلام عليكم.